السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم النهاردة بقى بفيديو جديد، يا رب يعجبكم ان شاء الله وينال رضاكم. بس في بداية الفيديو كده ما تنسيش تعملي لايك وكومنت زي العسل زيك، ولو انت اول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. بس كده قبل ما نبتدي نعمل اي حاجة نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونسمي الله ونشوف بقى هنعمل ايه تاني. اول حاجه انا طبعا عند ماما مش في بيتي. فبصوا بقى، يعني انا اللي علمتها ان هي تحط الرخامه، يعني تغطي الرخامه كده بالستيكرز ده. هي ما بتحبش كده خالص، بتحب الرخامه تبقى نظيفه كده على طول تغسلها وكده. بس مش عارفه، حبيت ان انا اجدد لها مره واتنين وتلاته. المهم يعني لقيت الستيكرز اللي هناك كان مقشر ومش نظيف، قعدنا نقشر فيه بزياده لحد ما نضفناه خالص الى حد ما. يعني اللي قدرنا نشيله منه، لان نوع الستيكرز ده غير اللي انا جبته اخر مره اللي حطيته عندي الابيض اللي انا وريته لكم ده. يعني ده بقى التاني بيتشال بسهوله، انما ده لا. المهم حطينا الشكل ده كده زي ما انتوا شفتوا، بس طبعا ايه، وريتهولكم كذا مره ان انا وانا بلزقه يعني، فما رضيتش بقى ان انا اطول الفيديو عليكم. فعملته بقى انا واختي. بس كده وقفنا، ده الكلام ده كان الصبح بدري يعني. وبعدين قمنا بقى عشان نعمل الفطار كده مع بعض. طبعا ايد على ايد بقى بتساعد، وايام بقى يعني ايام وقفتنا جنب بعض وكده. غير لما تكون الواحدة لوحدها كده في بيتها، تقف بقى تحضر فطار لوحدها وكده. مهما كنتي مرتاحة في بيتك برضو ما بتبقاش بنفس طعامة وراحة بيت اهلك، يعني بيت الاب والام. بس فوقفت بقى انا واختي كده، وطبعا ماما بره بتشرف بقى على كل حاجه بتحصل بقى، ونقعد نتكلم في بعض وصوت عالي عارفين كده حد واخد بحسك في البيت كده. فربنا ما يحرمنا منها يا رب. عايزه اقول لكم والله العظيم الحياه بعد، يعني بعد الاب ما بترجعش خالص زي ما كانت، ما بترجعش ابدا، ولا عمر البيت بيبقى زي ما هو. احنا بنتمنى بس ماما تفضل موجودة وسطينا كده، ربنا يبارك لنا فيها يا رب ويديها الصحة، ويبارك لكم في كل امهاتكم ما نشوفش فيهم ابدا. بس الفكرة بقى انتوا عارفين في اللمة دي بالاخص لما يكون يوم جمعة زي كده، بنفضل بقى ايه يعني متخيلين ابي موجود يعني بنتمنى يكون وسطينا احنا كل يوم الموضوع بيصحى جوانا. يعني احنا كنا بنقول هننسى زي ما الناس بتقول، لا الموضوع طلع مش سهل خالص خالص خالص. وبجد يعني ربنا يعني الله يرحمه، ربنا يصبرنا بجد يعني. المهم زي ما قلت لكم كده مش عايزين بقى نقلبها دراما وكده. المهم الله يرحمه يا رب ويغفر له، اللهم امين. بس كده فوقفت بقى انا واختي بقى، وكل واحده بقى تعمل حاجه. عملنا بقى قشرنا البطاطس، يعني واحده بتقشر واحده بتخرط البطاطس. ف زي ما انتوا شفتوا كده. وبعدين انا هعمل قرنبيط، فمش هعمله اللي هو يعني الزرعة كده الزهرة لوحدها على بعض، لا انا هعمله كده زي الطعمية، هعمله قراص بالمعلقة زي ما عملته معاكم قبل كده يعني. بس انا بصراحة بطلت اعمله عندي بسبب الزيت، يعني بيسحب زيت كتير جدا. وانتوا طبعا عارفين الزيت وصل لكام دلوقتي، الازازة عندي ب75 جنيه بس، ومش كيلو كامل كمان، فهو بيسحب زيت جامد جدا. المهم انا قطعت عليه طماطم كده وهحط بقى عليه دقيق وتوابل وكده. بصوا احنا واحنا عند ماما بنبقى عايزين نعمل فطار كتير ونعمل كل الاكل وبنعمل كتير، والاكل في الاخر بيقعد والله، مش زي ما بنتعامل في بيوتنا. بس هو زي ما قلت لكم كده بنحس كده ان هي بيوت كلها عز كده ما شاء الله، يعني بنبقى مرتاحين مهما كانت، ايا كانت الظروف المادية عندهم ايه، بنبقى مرتاحين ومبسوطين ومش حاسين والله بمسؤولية ولا بنفكر في حاجة بصراحة. فربنا يا رب يبارك لنا فيهم ويجعل كده البيوت مفتوحة بحسهم وعمرنا بحسهم يا رب، ويرحم كل حد مش موجود وسطينا، يرحم أبي ويرحم أي حد راح منكم بجد، يا رب يرحمهم. بصوا انا بجد مش عايزه اقلبها دراما، بس هو طول ما انا بصور عند ماما او اصلا وانا عند ماما، على طول على طول احنا لغايه دلوقتي مش قادرين ننساه في كل خطوه في كل لحظه. يوم الجمعة وهو نازل يصلي وهو موجود وسطينا، ويلا عشان نحضر الفطار، اللمة وصوته ووجوده مش قادرين. مش قادرة ان انا ما اتكلمش عنه بصراحة، ولو اتكلمت عنه العمر كله عمري ما هخلص كلام عنه يعني. المهم مفيش اهم من اللي انا كنت بقوله، بس ايه، المهم انا ايه خلصت دلوقتي
خلصت بقى، حطيت التوابل اللي انا عايزاها. وهنا بقى ايه، ماما جابت لي بيض كتير وقالت لي خدي كسري على القرنبيط زي ما انت عايزه، يعني كسري كل ده. طبعا البيضه دلوقتي ب5 جنيه، ولك ان تتخيلوا بقى. المهم، فانا بقى ما حطيتش كله، استنصحت بقى وحطيت بودرة زعفران، بصوا لونه. وكمان حطيت معلقة بيكنج باودر، فدي هتخليه ينفش، وكمان اللون شكله حلو. فمش هحتاج البيض ده كله. فشلت بقى ايه، بقية البيض اللي انا ما استعملتوش ده، قلت هنعمل بيه حاجة حلوة. وللاسف ما لحقتش ان انا اصور اساسا. ما معرفتش اصلا، لان الوقت معاهم بيجري يعني. احنا مش عايزين نعمل اي حاجة، احنا عايزين نقعد مع بعض وبس. بس انا عايزه اقول لكم، انا بس اللي ظاهره، بس اخواتي بقى كل واحده بتعمل حاجه بقى، ولمة المطبخ وكده. ربنا ما يحرمنا من اخواتنا ابدا يا رب، لان هم دول يعني. عارفين يعني، ممكن الصديقه تضايق، ممكن تضايقي من صاحبتك، من اي حد حواليكي في العيله، في شغلك، في اي حاجه، الا الاخوات. مهما حصل مش بيزعلوا من بعض. طبعا بيحصل مثلا نقاش، ممكن يوصل لصوت عالي وتتضايقوا وتزعلوا شوية، بس برضه اللي هو بترجعوا. مفيش حاجة اسمها ان احنا مش هنتكلم، لا لا. الا الاخوات بجد، ربنا يا رب ما يحرم حد من اخوه او اخته، ويبارك لي في اخويا واخواتي كلهم يا رب. بس كده، قلت بقى ان انا ادلعهم بقى وكده. قلت ارص بقى الحاجة كده زي ما قلت لكم. انا ماشية بقاعدة ان العين بتاكل قبل الفم. بحب كده ان انا ادلع الاكل بقى، والشكل الطبق كمان. هنا خدت معلقه هريسه من اللي ماما عاملاها دي. طبعا انا وريتها لكم في الفيديو اللي فات، بتاع لا، اللي قبل اللي هو بتاع التفريزات تقريبا. اللي فات. فدي انا عملتها قبل كده معاكم. لو عايزين تعرفوها هحطها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف، او نبقى نعملها بعد كده مع بعض يعني. طبعا حطيت ليمون وحطيت خل وحطيت سنة ملح صغيرة خالص، لان هي عليها ملح وعليها كل حاجة. وهحطها كده بقى على الطماطم علشان تحدقها كده يعني شوية. وكمان الفلفل ده كان فلفل حلو، ما كانش حراق. فكان حلو قوي، اللي هو فلفل حلو بجد يعني، ما كانش حراق خالص. رغم ان هو اللون الاحمر ده اللي يخض وتقولي بقى دي هريسه حراقه وكده، زي اللي انا عملتها اخر مره دي، كانت فظيعه بصراحه. الفلفل اللي هو الحراق الطويل ده. بصوا بقى كمية الطماطم اللي انا كنت جايباها دي، قلت بقى نعمل بيها كذا صنف يعني. عملت كمان شوية طماطم كده مقطعهم شبه السلطة، وحطيت يعني شوية مش كده. وممكن بقى تحطي معلقة زبادي، ممكن تحطي زيت. هي ماما البرطمان ده حط عليه زبادي وحط زيت وحط جبنة رومي يعني مدلعاه يعني. ومخليه، وحط عليه طحينة مخليه بارد كده مش حراق. بس وجبنا كمان شيبسي. بحب اصلا الطعم ده. كان طعمه حلو، اللي هو بالسجق تقريبا. ايوه هو ده. بس بصوا بقى كذا صنف بقى يعني. هي ماما كده لازم نعمل تشكيلة كده ونقعد نتلم بقى حوالين بعض. حمرنا البطاطس وعملنا بتنجان مقلي وعملنا الطماطم دي والقرنبيط والفول بقى والشيبسي بس كده. بصراحة اللمة كانت أحلى من كل ده، اللمة هي اللي بتأكل. وربنا يبارك لنا في ماما ودايما متجمعين معاها على خير يا رب. بس كده خلصنا فطار، وقمنا بقى غسلنا مواعين الفطار وظبطنا الدنيا. ولازم ماما تبتدي في الغدا بدري، فعلشان يعني ننجز ونبقى فاضيين طول النهار. هي ماما دايما تقول حاجة البدرية منسية. بتحب الحاجة تتعمل بدري خالص عشان تبقى خلصت، يعني اللي جعان يغرف والكلام ده يعني. فطبعا لازم ان احنا نبقى مريحينها. فقمت بقى خلصت لها الاكل بدري بدري، ما خدش في ايدينا حتى ساعة. قمت هنا عملت حطيت ميه كده تسخن زي ما انتوا شايفين، وحطيت معاها طماطم ورق لورا وقرن فلفل وحطيت حبهان والكلام ده. وبعد كده نزلت فيها اللحمه. عايزه اقول لكم كانت طعمها حلو قوي، اللهم بارك يعني. كانت مستويه كويس جدا، كانت حلوه يعني ما شاء الله. وسبتها استوت براحتها خالص. حطيتها نقلتها على عين تانية. وجيت هنا حطيت في المية دي، حطيت نص عود قرفة، وحطيت بصلاية صغيرة خالص اللي هي القوارمة، وحطيت كمان 3 ورقات لورا، وحطيت واحدة مرقة دجاج، وحطيت ملح. مش عارفه حطيت ولا لسه هحط. وهحط كمان بودره زعفران. بودره الزعفران دي مش بلاقيها كتير، ولو لقيتوها تبقى لقطه يعني بصراحه. المهم انا ما حطيتش كتير، ده هي اصلا لو مسكت العلبه دي بتصبغ ايدي، فما حطيتش كتير خالص. فحطيت سنه صغيره يعني اقل من ربع معلقه، اقل من ربع كمان. وكمان كنت غاسله الرز هنا بقى، ورحت اول ما الميه دي بقت تغلي كده، رحت نزلت الرز في الميه دي.
بصوا الرز ده بقى من غير اي ماده دهنيه خالص، ولا زيت ولا سمنه. عايزه انت تضيفي معلقه سمنه تضيفي براحتك، مش عايزه خلاص. وعملنا ايه كمان؟ عملنا فاصوليا خضراء. بس جينا نصور الكادر، يعني الكادر ما جاش صح والفيديو باظ خالص، ومعرفتش ان انا انزل لكم طريقتها. اختي بقى هي اللي عملتها، وكانت طعمها حلو قوي. زي ما انا قلت لكم كده، بنقف نساعد بعض، يعني مش انا بس اللي بعمل حاجه ولا دي بس اللي بتعمل حاجه. المهم حطيت هنا معلقه سمنه بلدي بقى كده حلوه، وحطيت كمان كمون، رشه كمون ورشه ملح وفلفل اسمر، بس كده. وشوحت اللحمه دي وكانت طالعه زي العسل، كانت زبده كده وطعمها حلو قوي بجد ما شاء الله. بس كده فشوحتها كده وطلعت بالشكل ده، وشلتها خالص. وبصوا بقى شكل الرز قمر ما شاء الله، وكان طعمه حلو قوي، مفيش حد داقه من ايدي الا وعجبه. وطريقته سهله جدا ومفيهاش اي ماده دهنيه زي ما قلت لكم، لو انتوا عايزين حطوا. وكمان بيطلع مفلفل ومش ماسك في بعض ولا اي حاجه. انت عايزه تضيفي معلقه سمنه مثلا تغير يعني تديه طعم زياده، او ان هو لو خايفه يعجن منك او الكلام ده براحتك. زي ما انتوا شايفين شكله مش محتاج معايا اي حاجه خالص. عايزه اقول لكم كان يوم حلو قوي بجد والله العظيم. وعشان مع ماما واخواتي، وربنا يبارك لي فيها بجد. انا لو بصوا نفسي طول عمري كده افضل، يعني يا رب ياخد من عمري ويديها ان هي تفضل وسطينا، يعني مش مستعدين ان احنا نتحرم منها او نعيش من غيرها. ربنا بجد يبارك لنا فيها يا رب ويرحم ابي. اللهم امين. ويبارك لي في اخواتي ويجمعنا دايما على خير يا رب، وما اشوفش فيهم ابدا حاجه وحشه. فيديو حلو قوي، وانا مبسوطه جدا ان انا صورت فيديو زي ده بجد والله العظيم. ويا رب ان شاء الله ان شاء الله ما يكونش اخر فيديو ان انا اصوره هناك، عشان بصراحه بكسل اصور هناك. باذن الله ابقى هحاول اصور كتير عند ماما. طبعا طبعا طول الفيديو بصور وشكل الحيطه مش عاجبني نهائي. قلت لها يا ماما ده مش شكل. قالت لي خلاص ما تصوريش عشان شكل الحيطه يعني وكده. قلت لها لا هصور عادي. وبعد كده ايه، نزلت اختي بقى كانت رايحه مشوار، وهي جايه قالت لها ايه هاتلنا معاكي الستيكرز الحجري ده. بس انا عندي الابيض منه ده زي ما انتوا عارفين، وجبنا بقى البينك ده عشان يليق بقى على الستيكرز ده. وبعدين قلت كمان تغيير عندي يعني عشان يبقى فيه اختلاف. بس كده ولزقناه وكان زي العسل ما شاء الله يعني. بس شكله حلو قوي. بس كده، ده بقى كان الفيديو بتاعي النهاردة. يا رب يكون عجبكم، يا رب يكون شكل المشمع ده عجبكم، قولوا لي رأيكم فيه. وكمان يا رب يكون الأكل عجبكم. واصلا هو فيديو كله دمه خفيف كده، وان شاء الله ان شاء الله هحاول لما اروح عند ماما اصور تاني، عشان انا ببقى مبسوطة قوي من التصوير هناك. ده كان الفيديو بتاعي النهاردة، وانتظروني في فيديو جديد ان شاء الله، ومع السلامة.